مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. تغيير جهود مكافحة تطعيم سرطان عنق الرحم في القاشبركة. تطور الخدمات الصحية في مديرية حقات. دورة تدريبية للفنانين في المسرح والدراما. روسيا تعلن اختبارات ناجحة لصواريخ مضادة للسفن في بحر اليابان. وشي جين بينغ ومحمد بن سلمان يؤكدان تعزيز علاقات بلديهما مواصلة المحادثات. وكيم جونغ أون يدعو إلى زيادة ترسانة بلده النووية لاستخدامها في أي وقت. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلن مكتب وزارة الصحة بإقليم القاشبركة في التقييم الذي أجراه بأن تطعيم ضد سرطان عنق الرحم الذي جرى في شهر نوفمبر 2022 للفتيات من عمر 9 وحتى 14 عاما كان ناجحا بنسبة 95%. وأوضح مسؤول صحة الأسرة والمجتمع في المكتب السيد محمد سعيد نور الدين في التقرير الذي قدمه خلال التقييم الذي جرى يوم 25 من مارس بمدينة تسنية تطعيم 71,505 فتاة من حوالي 75,000 فتاة كنا من المتوقع تطعيمهن. وقال أنه بالرغم من نجاح عملية التطعيم فإنها كانت متدنية في بعض أجزاء المديرية لمختلف الأسباب. وذكر مساهمة المعلمين في عملية التطعيم لأن أكثر الفتيات المطعمات تواجدن في المدرسة، إضافة إلى دور وكلاء الصحة في القرى. وأفاد مسؤول التوعية والمعلومات في مكتب وزارة الصحة بإقليم القاشبركة السيد سلطان حقوس بأن حياة الترحال الرعوية وعدم تجمع القرى وموسم الخريف كان من التحديات الرئيسية، وقد تم تجاوز هذه المشكلات بتجول الكادر الصحي في المناطق البعيدة. من جانب أوضح مسؤول برنامج التطعيم الوطني السيد تيدروس يحدقو بأن التطعيم الأول لن يكون فعالية دون التطعيم الثاني، موصيا المجتمع عامة والفتيات المطعمات خاصة الاستعداد للتطعيم الثاني الذي سيبدأ في إقليم القاشبركة من الأسبوع الأول لشهر مايو. أفاد الكادر الصحي في مديرية حقات بأن تطوير المؤسسات الصحية وأنشطة ضمان صحة المواطن تحقق نتائج مرضية في ضواحي بقو وأشراء وقلاس وعد حماد وحشيشاي وعد فكاي وأحياء العدالة والحرية في المديرية. ودعا المهنيون الصحيون خلال لقائهم ممثل السكان في الفترة من 9 وحتى 20 من مارس المواطنين للاستفادة الجيدة من المؤسسات الصحية والمساهمة في تطويرها. وقدم في الاجتماع توضيحا مصحوبا بالصور حول السيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحة ختان الإناث وزواج القاصرات وأضراره والعلاج بالكي والحجامة وغيرها. وأكد المشاركون على أهمية الشرح المقدم لمكافحة الأمراض وعلاجها، منادين بتوسعة مستشفى حقات العمومي واستئناف خدمات طب العيون المتوقف وبناء غرف انتظار الحوامل وحل نواقص الأدوية وسيارات الإسعاف في بعض المناطق، والدفع بتجميع القرى وحل مشكلات المياه في بعض المؤسسات الصحية. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في مديرية حقات الممرض قبر مسخل قبر هويته بأن تطعيم الأطفال بلغ نسبة 100%، وتطعيم سرطان عنق الرحم 74%، وإصحاح البيئة 82%، وذلك نتيجة للجهود الصحية المبذولة. هذا ويوجد في مديرية حقات مستشفى عمومي و6 عيادات ونقطتين صحيتين. نظمت مفوضية الثقافة والرياضة دورة تدريبية ل130 من الفنانين ل5 أشهر في إعداد الأفلام والدراما، حيث اشتمل التدريب على كتابة وإخراج وتمثيل الأفلام. وأوضح المشرف على التدريب الفنان فريم كحساي في مراسم التخرج التي جرت يوم 27 من مارس بمناسبة اليوم العالمي للمسرح أن مجالات الدراما والمسرح تكون أكثر فاعلية إذا دعمت بالعلم والمعرفة. وقدمت في المناسبة التي حضرها مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخلي رسالة اليوم العالمي للمسرح. وأوضح المشاركون في التدريب أن الدراسة التي تلقوها تدعم وتطور قدراتهم. هذا وقد عرضت في المناسبة أعمال فنية أعدها المتدربون. تبرع أعضاء الدفعة 35 للخدمة الوطنية بأكثر من 475 كيس دم لتنمية بنك الدم. وأوضح مسؤول فرع جمعية المتبرعين الطوعين للدم في إقليم القاشبركة السيد قبر مسخل مبايه الذي حضر مناسبة التبرع بالدم يومي 25 و26 من مارس بأن أكثر المتبرعين بالدم على مستوى البلاد هم من الطلاب والعمال وأفراد الجيش، مشيدا بمبادرة أعضاء الدفعة 35 للخدمة الوطنية.
وذكرت الممرضة جورجينا غابرزغافير من مستشفى بارنتو المرجعي ومسؤول مختبر بنك الدم في إقليم القشبرق القس داويد تسفى ميكائيل بأن استعداد ووعي الشباب كان فوق التوقعات، وأعرب المتبرعون بالدم عن الارتياح للمساهمة في إنقاذ الأرواح. دعا مكتب القانون والنظام في صنعاء في المواطنين للتأكد من تاريخ الصلاحية عند شراء المواد الاستهلاكية والأدوية والأغذية وإبلاغ الجهات المعنية في المخالفات. وأوضح مسؤول المكتب السيد هابتون بين القيام بالرقابة الشهرية للنظافة والسلامة الصحية بالتعاون مع مكتب وزارة الصحة في المديرية ومعاقبة المتاجر التي تبيع المواد منتهية الصلاحية، وشرح أضرار وتأثير المواد المنتهية الصلاحية على الصحة، داعيا لتعاون المواطنين من أجل السيطرة على هذه المواد الاستهلاكية. في غضون ذلك تم إحراق مواد التجميل والنظافة المنتهية الصلاحية التي ضبطت في متاجر مدينة صنعاء. نظم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عنسبة دورة تدريبية ل4 أشهر في الطهي وتصفيف الشعر ل40 امرأة من ربات المنازل بمديرية كرن. وأوضح مسؤول مكتب الوزارة في مديرية كرن السيد سلمون محاري بمراسم التخرج في 23 من مارس بأن البرامج تنفذ لتحسين الحياة المعيشية للأسر وحل المصاعب الاجتماعية والطبيعية بالوصول إلى مستوى إدارات الضواحي. وأكد المشاركون في التدريب على استعدادهن للعمل من أجل تحقيق الهدف من الدورة التدريبية. من جانبه أوضح مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عنسبة السيد محمد جابر في الكلمة التي ألقاها بأن على المتدربات تطوير القدرات المكتسبة بالعمل. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. اختبرت البحرية الروسية صواريخ مضادة للسفن على هدف وهمي في بحر اليابان حسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية. وتأتي تدريبات الأسطول الروسي في المحيط الهادئ هذه بعد أسبوع من زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كوشيدا لأوكرانيا. وأوضحت الوزارة على تليجرام في مياه بحر اليابان أطلق سفن أسطول المحيط الهادئ صواريخ كروز من طراز موسكيت على هدف وهمي بحري للعدو، مشيرة إلى أن سفينتين شاركتا في هذه التدريبات. وأضافت الوزارة أن الهدف الواقع على مسافة 100 كيلومتر تقريبا أصيب مباشرة بنجاح بصاروخي كروز من طراز موسكيت، مشيرة إلى أن قواتها الجوية البحرية أشرفت على أمن التدريبات القتالية. من جانبه استنكر وزير الخارجية الياباني يوشياماسا هاياشي تزايد أنشطة الجيش الروسي في الشرق الأقصى ومن ضمنها المناطق القريبة من اليابان. أفاد تلفزيون الصين المركزي أن الرئيس الصيني شي جين بينغ تحدث عبر الهاتف مع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبحث عددا كبيرا من المواضيع من بينها دعم متابعة المحادثات بين المملكة وإيران. ويذكر أن شي ساهم خلال الآونة الأخيرة في التوسط بشأن اتفاق مفاجئ بين إيران والسعودية على استئناف علاقتهما الدبلوماسية. وكشفت وسائل الإعلام الروسية أن الرئيس الصيني ذكر أنه يأمل في أن يواصل الطرفان تحسين علاقتهما على أساس نتائج الحوار. كما نسبت وسائل الإعلام الرسمية إلى شي قوله أن الصين والسعودية ستقدمان المزيد من الإسهامات لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط. دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى زيادة الترسانة النووية لبلاده، قائلا أنه يجب أن تكون مستعدة تماما لاستخدامها في أي وقت. وفق تصريحات وكالة الأنباء الكورية الشمالية، في الوقت الذي تقترب فيه حاملة طائرات أمريكية من الوصول إلى كوريا الجنوبية. يأتي ذلك بعد إعلان جيش كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلق الصاروخين باليستيين في البحر قبال ساحلها الشرقي. كما ندد الجيش الكوري الجنوبي بعملية الإطلاق ووصفها بأنها استفزاز خطير ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودعا إلى وقف فوري لهذه العمليات. من جهتها قدمت الحكومة اليابانية أيضا احتجاجا قويا إلى كوريا الشمالية قائلة أن إطلاقها الصواريخ يهدد سلامة وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي. في الخبر الأخير لقي 7 أشخاص مصرعهم وفقد نحو 46 آخرين جراء انزلاقات تربة جنوب الإكوادور بسبب الأمطار الغزيرة وفق ما أعلنت عنه السلطات. وتسببت انزلاقات التربة بطمر عشرات المنازل في منطقة ألوسي بإقليم تشيمبو رازو على بعد 300 كيلومتر جنوب كيتو في منطقة الإنديز التي ضربها زلزال الأسبوع الماضي. وأعلنت حكومة الإكوادور أنها راجعت الحصيلة الأولى للضحايا التي جرى الإعلان عنها، وخفضت عدد القتلى المؤكدين من 16 إلى 7، بالإضافة إلى إصابة 23 بجروح. كما تضرر حوالي 500 شخص من جراء تلك الانزلاقات.
في نهاية النشرة لكم تسكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تقييم جهود مكافحة تطعيم سرطان عنق الرحم في القشبركة. تطور الخدمات الصحية في حقات. دورة تدريبية للفنانين في المسرح والدراما. روسيا تعلن اختبارات ناجحة لصواريخ مضادة للسفن في بحر اليابان. شي جين بينغ ومحمد بن سلمان يؤكدان تعزيز علاقات بلديهما ومواصلة المحادثات. وكيم جون أون يدعو إلى زيادة ترسانة بلده النووية لاستخدامها في أي وقت. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.